البيان المشترك للرئيس جمهورية طاجيكستان والرئيس جمهورية أوزبكستان حول توثيق الصداقة وحسن الجوار. بالدعوة الرئيس جمهورية طاجيكستان السيد إمام علي الرحمن، قام الرئيس جمهورية أوزبكستان السيد شوكات ميرزيويف بزيارة الدولة إلى جمهورية طاجيكستان في 9 إلى 10 من مارس للعام 2018. خلال اللقاءات والمباحثات المثمرة التي أجريت في أجواء ودية وبناء، قام الزعيمان بمناقشة القضايا المحورية للوضع الراهن للعلاقات بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية أوزبكستان والآفاق المستقبلية لتوسيع وتعميق التعاون المتعددة الأوجه بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاتصالات والثقافة والشؤون الإنسانية والقطاعات الأخرى، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وإن الزعيمي دولتين إذا أعرب عن ارتياحهما تجاه المستوى الرفيع للحوار بين البلدين مما تحقق خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الديناميكية الإيجابية لتنمية التعاون بين البلدين، ومن منطلق القواسم المشتركة التاريخية والثقافية ممتددة عبر القرون لشعبي البلدين التي تتركز على المبادئ المتينة للصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، ومع الاعتقاد بأن التعاون البناء والمتبادل المنفعة بين طاجيكستان وأوزبكستان يتجاوب مع المصالح الطويلة الأجل لشعوب البلدين، وكذلك يمثل عاملا رئيسيا لضمان السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة على الربوع منطقة آسيا. وإذا أكد من جديد على الالتزام بمبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها عالميا، وكذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لاستغلال والسيادة والسلامة الأراضي وعدم الاختراق الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمصالح المتبادلة، وحرصا على تنمية وتوثيق العلاقات مستقبلا بين طاجيكستان وأوزبكستان وضمان التنفيذ الكامل والسريع للمتوقفات التي تم التوصل إليها. إعلانا: الأول، إن الزعيمي دولتين من منطلق عمق إدراكهما بمسؤوليتهما الكبيرة الذين يدركون بشدة مسؤوليتهم الكبيرة عن صون وتعزيز السلام والاستقرار وضمان التنمية وازدهار المنطقة بأسرها، مستشردين بأحكام معاهد الصداقة الأبدية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية أوزبكستان الموقعة في 15 من يونيو للعام 2000، يؤكدان عزمهما الراسخ على التطوير والتعزيز الشامل للعلاقات الصداقة التقليدية وحسن الجوار والتعاون بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية أوزبكستان. وعرب رؤساء الدول عن اعتقادهم بأن المعاهد المبرمة بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية أوزبكستان بشأن مواضيع محددة لحدود الطاجيكية الأوزبكية والمواقعة خلال الزيارة ستخدم لهذا التوجه. أكد رؤساء الدول على أهمية تحويل الحدود الدولة بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية أوزبكستان إلى حدود للصداقة وحسن الجوار والتعاون بما يخدم مصالح الحيوية للشعبين الشقيقين. الثاني، بالإشارة إلى أهمية الحوار السياسي البناء للتوسيع المستمر للعلاقات بين الدولتين، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى التعزيز المستقبلي للاتصالات على المستوى القمة والمستويات الرفيع وغيرها. إن الرئيسين رغبة في التوثيق المستقبلي للأساس القانونية للتعاون البعيد المدى والاستغلال الشامل للقدرات المتورة الواسعة في كافة مجالات التعاون، اتفقا على أن يتم إعداد المعاهد حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الثالث، أعرب الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن دعمه للإصلاحات التي قام بها الرئيس جمهورية أوزبكستان على نطاق واسع في أوزبكستان،
والتي تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد وتطوير الاقتصاد الوطني وارتقاء برفاهية الشعب وتعزيز المكانة الدولية للبلاد. وعربت قيادة جمهورية توجيكستان عن دعمهما للمبادرات جمهورية أوزبكستان الرامية إلى تفعيل التعاون الإقليمي، لا سيما بشأن تنظيم الاجتماعات الاستشارية لرؤساء الدول الآسيا الوسطى بشكل منتظم. الرابع، أعرب رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيايوف عن دعمه لجهود رئيس جمهورية توجيكستان إمام علي الرحمن لتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتوجيكستان وتعزيز الأمن الإقليمي. أعربت قيادة أوزبكستان عن دعمهما لمبادرة توجيكستان بشأن العقد الدولي للأمل الماء من أجل التنمية المستدامة للعوام 2018 و 2028. الخامس، أكد الرؤساء على الطبيعة الاستراتيجية لتوسيع المزيد في التعاون الاقتصادي والتجاري ذو المنفعة المتبادلة بين جمهورية توجيكستان وجمهورية أوزبكستان. وأشار الجانبان بارتياح إلى الاتجاهات الإيجابية الملاحظة في التجارة المتبادلة، مؤكدين على الإمكانات الكبيرة لتنويع نطاق التجارة الثنائية ارتفاع حجمها إلى 500 مليون دولار في السنوات القريبة. وفي هذا الصدد أكد الطرفان أهمية زيادة توسيع نطاق التجارة المتبادلة، وأشار الطرفان إلى الإمكانات الكبيرة لتنمية التعاون الصناعي وإنشاء المصانع المشتركة والمراكز التجارية والتطور نشيط اللبنية التحتية للتجارة الخارجية وآليات لدعم العمليات التصدير والاسترداد، وكذلك عقد المنتديات رجال الأعمال والمعارض الوطنية للمنتجات الصناعية بشكل متبادل. يبذل طرفان الجهود المشتركة لجذب وتشجيع الاستثمارات في اقتصاد البلدين. وفي هذا الصدد ترحب قيادات البلدين بتوقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية توجيكستان وحكومة جمهورية أوزبكستان. أكد الطرفان على إقامة ناجحة للمعارض الوطنية والمنتديات رجال الأعمال خلال العام 2018 في مدينتي دوشنبه وتاشكند، والتي دعمت توسيع العلاقات بين الدوائر الأعمال وتوقيع عدد من معاهدات واتفاقيات تجارية. كما أشيد تنظيم معرض المنتجات الأوزبكية والمنتدى المشتركة للرجال الأعمال الطاجيك وأوزبك المنعقدين في مدينة دوشنبه على هامش زيارة العالية المستوى. أشاد رئيس بلدين بالنتائج إيجابية للاجتماع الخامس للجنة الحكومية للبلدين حول الشؤون التجارية والاقتصادية المنعقدة بالتاريخ 10 من يناير من العام 2018 في مدينة دوشنبه، مؤكدين على ضرورة تعزيز الدور الاجتماعي مستقبلا كأداة لتوسيع جميع قضايا تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، بالإضافة إلى تحديد اتجاهات جديدة واعدة للتعاون. أكد الطرفان على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات بين الأقاليم الدولتين في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية والإنسانية، بموجب اتفاقية التعاون الإقليمي بين حكومة جمهورية توجيكستان وحكومة جمهورية أوزبكستان، والموقع على هامش زيارة المشار إليها. السادس، مؤكدين على أهمية خاصة لتنفيذ جميع الجوانب لمجموعة الفرص للنقل والاتصالات والقدرات الترانزيتية للبلدين. وجه رئيسان البلدين للجهات المختصة أن تقوم ببحث القضايا تفعيل التعاون في مجال النقل وإعادة الطرق المتواجدة وتخطيط الطرق الترانزيتية والسكك الحديدية وخطوط الطيران. عبر الرئيسان على ارتياح من افتتاح خطة طيران مباشرة بين دوشنبه وتاشكند في أبريل من العام الماضي. ذكر الطرفين أن إقامة الطرق المتواجدة وفتح الطرق الجديدة وسكك الحديد وخطوط الطيران بين مدن البلدين تساعد على تفعيل العلاقات الثقافية والإنسانية والتجارية والاقتصادية بين طاجيكستان وأوزبكستان.
أكد طرفان أن التعاون في المستقبل لتطور التعريفات القابلة للتنافس لنقل البضائع التجارية الخارجية عبر سكك الحديد في جمهورية طاجيكستان وجمهورية أوزبكستان يتيح الفرص لتوفير النقل المثمر عبر معابر النقل الموجودة. في هذا الصدد يرحب الرئيسان بلدين بإعادة تشغيل سكة الحديد في منطقة غلبة أموزنج. السادس، أكد الرئيس دولتين على الخصوصية ذات الأولوية للتعاون في مجالات الثقافية الإنسانية وتعزيز العلاقات المباشرة وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والتعليمية ووسائل الإعلام والاتحادات الإبداعية والرياضية ومنظمات الشباب ومنظمات أخرى في المجتمع المدني. أشار الرئيس بلدين إلى أهمية توسيع التعاون في مجالات المعارف والعلم، منها عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والمجامع العلمية للبلدين. يتعاون الطرفان لاتحاد الظروف المناسبة في مجال تأهيل الكوادر العلمية والتعليمية وتبادل الباحثين والمتخصصين والأساتذة والمعلمين والطلبة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الاعتراف المتبادل لشهادات التخصص والتصنيف والدرجات العلمية. الثامنة، سيقوم الطرفان فيما بعد بإتاحة الفرص لنشاط مراكز ثقافية وطنية في إقليم دولتين بهدف حماية وتنمية اللغة الوطنية والثقافة والتقاليد، واتخاذ التدابير بشأن تأمين الحقوق والمصالح للمواطني الدولة المقيمين في إقليم الدولة الأخرى. يولي رئيس البلدين اهتماما خاصا بقضايا تأهيل الدراسة وتعليم اللغة الأوزبكية في طاجيكستان واللغة الطاجيكية في أوزبكستان، وتوسيع شبكة المدارس العامة مع الدراسة باللغتين الطاجيكية والأوزبكية، تفعيل التعاون لتبادل الكتب العلمية والأدبية والنشرات الدورية والعلمية، والمساعدات في ترجمة التأليف الكلاسيكية والحديثة للبلدين. رحب الجانب الطاجيكي بإنشاء تماثيل الرجلين البارزين للشعبين وهما عبد الرحمن جامي وعلي شير نوائي، بالإضافة إلى الترميم وتحديث متحف صدر الدين عيني في مدينة سمرقند. وبدوره رحب الجانب الأوزبكي بقرار حكومة جمهورية طاجيكستان بشأن إنشاء حديقة في مدينة دوشنبه نصب تمثال عبد الرحمن جامي وعلي شير نوائي فيه. التاسع، رحب الجانب بإعادة تنشيط المعابر الحدودية في حدود رسمية لطاجيكستان وأوزبكستان، وأكد على أن النشاط المعابر الحدودية بالكامل سيكون لصالح البلدين ويتيح فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل. عبر الطرفان عن اقتناعهما بأن تفعيل النظام زيارات المتبادل لمواطني البلدين بدون تأشيرة لمدة 30 يوما سيساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الطاجيكي والأوزبكي. التاسع، أكد الرئيسان على استعدادهما لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالأسلحة غير المشروعة وهجرة العمل غير الشرعية والتحديات والتهديدات الإقليمية والدولية على الصياغة الثنائية والدولية، بالإضافة إلى منع الأنشطة الغير المشروعة الموجهة ضد المصالح الوطنية للطرفين في إقليم كل واحد منهما. وفي هذا الصدد سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال التعاون من خلال عقد الاستشارات للجهات المختصة الطاجيكية والأوزبكية. 11، أكد الرئيس البلدين على استعدادهما لتوسيع التعاون في مجالات العسكرية والعسكرية الفنية، بالإضافة إلى تعليم الحرب بناء على القدرات المتبادلة للطرفين. 12، رحب الرئيسان بتأسيس فريق العمل الطاجيكي والأوزبكي المشترك لإزالة الإزرار في مواقع هندسية في المناطق الحدودية بين البلدين، مشيرين إلى ضرورة تنفيذ الأعمال المشار إلى خلال عام 2018 و 2019. 13، أشار الرئيسان إلى أهمية تعزيز وتوسيع التعاون بالفعل واتخاذ تدابير محددة في مجال الوقاية من الطوارئ وإزالة آثارها. 14،
أكد طرفان وحدة أو تقارب مواقف جمهورية طاجيكستان مع جمهورية أوزبكستان في القضايا الهامة لتأمين السلام واستقرار والأمن والتنمية المستدامة في آسيا الوسطى. أكد رئيس بلدين على أنه ينبغي أن يتم تسوية القضايا الإقليمية في آسيا الوسطى من خلال الحوار الحر والبناء الموجب مبادئ الحقوق المتساوية والمصالح الثنائية والاحترام المتبادل وأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة. 15. أكد الرئيسان على أن إحدى من العوامل الرئيسية للتحسن في آسيا الوسطى هي استغلال المتناسق للموارد المائية والطاقة بناء على اعتبار المصالح لجميع دول المنطقة. وأشار إلى أهمية الحوار الحر، تعزيز التفاهم وتطوير التعاون المثمر والوصول إلى تسويات عادلة والعاقلة ومقبولة لدى الطرفين. أعرب الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في تنمية الشراكة الإقليمية في الاستغلال العاقل والعادل للموارد المائية، مؤكدين على أهمية منشآت توليد الطاقة الكهرومائية المتواجدة وقيد الإنشاء في آسيا الوسطى لحل المشاكل المتعلقة بالماء والطاقة. وفيما تربط بذلك، عبر الجانب الأوزبكي عن استعداد للبحث جميع الجوانب عن إمكانات المشاركة في إنشاء المنشآت توليد الطاقة الكهرومائية في جمهورية طاجيكستان، منها محطة الراغون لتوليد الطاقة الكهرومائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لإنشاء مثل هذه المحطات. أكد الطرفان على ضرورة استكمال أرضيات قانونية لاستغلال المتناسق والمثمر للموارد المائية الإقليمية في آسيا الوسطى، والذي يسهم في تفعيل الحوار البناء نظرا لمصالح جميع الدول المنطقة. يرحب الطرفان عقد منتدى البيئة الدولي في آسيا الوسطى مدينة طاشقند من 5 حتى 8 يونيو من العام 2018، والمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن العقد الدولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2018 حتى 2028 مدينة دوشنبه. 16. يتفق الرئيسان على أن كافة الصراعات والخلافات في القضايا الدولية يتم تسويتها من خلال المحادثات والطرق السلمية الأخرى. ذكر طرفان وجود القدرة الفعلية لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي على الصعيد الدولي، وعبر عن الجهود المشتركة لتطوير التعاون بين طاجيكستان وأوزبكستان في المستقبل في إطار هيئة الأمم المتحدة واتحاد الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الدولية الأخرى. ويتفق الرئيسان على أن هيئة الأمم المتحدة باعتبارها منظمة الدولية الرائدة والشاملة تساعد في حماية الأمن العالمي، وتبقى لها الدور الرئيسي في تسوية القضايا بين الدول. يرحب الطرفان بانعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول أفغانستان، عملية السلام والتعاون في مجال الأمن والتعاون الدولي مدينة طاشقند مارس من العام 2018، والمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية مدينة دوشنبه من عام 2018. وقد دعم الجانب الطاجيكي مبادرة الجانب الأوزبكي بشأن إعداد وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي حول تأمين السلام واستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا الوسطى والتنوير والتسامح الديني، بالإضافة معاهد الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشباب. صرح الجانبان نظرا لرؤساء طاجيكستان في رابطة الدول المستقلة عام 2018 على الرغبة المشتركة حول الاستغلال المثمرة لآليات الرابطة لتحويلها إلى مسرح تطوير العلاقات المثمرة المشتركة. وقد دعم الجانب الأوزبكي مبادرة الجانب الطاجيكي حول تأسيس مركز مكافحة المخدرات في منظمة شنغهاي في مدينة دوشنبه. وقد تم الإعراب عن شكر والتقدير للجانب الطاجيكي لدعم مبادرة الجانب الأوزبكي حول عقد اجتماعات متواصلة لرؤساء هيئات سكك الحديد للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون
وتبنى الخطاب المشترك لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون للشباب. أشاد الرئيسان بالتعاون البناء للبلدين في إطار منظمة التعاون الإسلامي. ودعم الجانب التاجيكي اقتراح الجانب الأوزبكي حول عقد الاجتماع الثاني لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن العلوم والتكنولوجيات عام 2020 في أوزبكستان. 17. عبر رئيس البلدين عن دعمهما بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية في وقتها وبطريقة عادلة، وصرح أن استكمال وتوسيع الأرضيات القانونية يتوافقان لتفعيل العلاقات التاجيكية وأوزبكية. أعرب الجانبان عن ارتياح من نتائج الزيارة الرسمية للرئيس جمهورية تاجيكستان شوكات ميرزيايوف، مؤكدين على أن المحادثات المنعقدة والاتفاقيات الموقعة خلال هذه الزيارة تسهم مساهمة في تعزيز التعاون المثمرة المشترك في مستقبل في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توطيد العلاقات المتعددة الأطراف بين الحكومتين. 18. تقدم الرئيس جمهورية أوزبكستان شوكات ميرزيايوف بالشكر والتقدير للرئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن وللشعب التاجيكي كافة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة له ولأعضاء الوفد الأوزبكي، ووجهوا الدعوات للرئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن للقيام بزيارة الدولة جوابية إلى أوزبكستان. وسيتم الموقفة على تحديد موعد زيارة من خلال القنوات الدبلوماسية. رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكات ميرزيايوف.